أستاذ عماد الدين خليل، أنا وأبناء جيلي من ما يوصف عادة بأبناء صحوة السبعينيات من القرن العشرين تتلمذنا على هذا الكتاب دراسات في السيرة، والآن ما شاء الله مجموعة من الكتب التي تقدم قراءة للتاريخ وللحضارة الإسلامية نشعر بأننا في أمس الحاجة إليها. قبل أن أدخل معك في حوار حول مراجعة تاريخية لمشروع الإسلام الحضاري، أريد أن أبدأ مراجعة شخصية. أنت ولدت في الموصل عام 1941، كيف كانت النشأة وماذا تذكر منها وماذا قيل لك عن العام الذي ولدت فيه إن كان قيل لك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، والشكر الجزيل لقناة الحوار على هذه الفرصة الطيبة للحديث حقيقة عن مسألة تهم الأمة الإسلامية ومثقفيها في اللحظات الراهنة، قضية المشروع الحضاري بدءا وصيرورة وانطفاء وقدرة أيضا على الانبعاث. ولكني إن شاء الله سأبدأ بالخصوصيات ثم ننتقل من الخاص إلى العام كما يقولون. ولدت في عام 1941 من أب كان يعمل في التجارة متوسط الحال، ينتمي إلى عشيرة أو قبيلة طي العربية المعروفة، وأم ربة بيت كانت تنتمي إلى الخزرج، إلى قبيلة الخزرج التي آوت ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديدا إلى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك، أنس بن مالك، الذي كنا ونحن صغار نفتخر بأن يكون هذا هو جدنا، خادم لرسول الله، حيث يرغب كل مسلم في هذا العالم أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني وضع بصمات مبكرة في حياة الإنسان وهو يدلف إلى الصبا والشباب عندما يتذكر هذه الأصول من الأب والأم التي تزيده اعتزازا قدر الإمكان بنقاء هذه الأصول. كنت تقول بأنك عندما يقال لك أو عندما قيل لك أو عندما علمت بأن هذه هي أصولك تشعر بالاعتزاز، لكن هل كان محفزا لشيء ما؟ التحفيز جاء حقيقة من خلال نهم أبي وأمي للقراءة، رغم أنهما لم يتجاوزا الابتدائية في دراستهما، ولكنهما كانا من القراء الجيدين الذين كانوا يقرؤون علينا في الليالي، ليالي الشتاء الدافئة الباردة في الموصل، على وهج النار في الغرف الصغيرة في بيوتنا داخل الأزقة القديمة ذات الطابع التراثي المتميز في الموصل التي تشبه إلى حد كبير أزقة حلب ومنحنياتها. كانوا يقرؤون علينا قصصا كنت أستعيرها من المدرسة الابتدائية حيث دخلتها بعد 6 سنوات من ولادتي، وكان لها تأثير كبير في الوجدان وفي التنمية العقلية وفي الرغبة أيضا الجارفة للقراءة، حيث تسلمت منهما هذا العشق للقراءة، بدءا من قراءات القصص التي كان ينهال بها علينا الله يرحمه رحمة واسعة كامل كيلاني، الكاتب القصص المصري في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته. ومن هذه البوابة يمكن للإنسان يتعلم الكثير، فضلا عما كانت جداتنا تقصه علينا من قصص شعبية أيضا في ليالي الشتاء وفي السمر في أسطح المنازل في الصيف، فيما ينمي الخيال، والذي هو نقطة الارتكاز الأساسية التي ستلعب دورا في المستقبل لعشقي للأدب جمع إلى جمع التاريخ ولهمي الأدبي الذي بذلت فيه مساحات كبيرة من عمري. هذه البدايات الأولى. القراءة كانت في ذلك الوقت هي الوسيلة الوحيدة ربما لتنمية الخيال عند الإنسان، لا في تلفزيون ولا في إنترنت ولا في ما يشغل. ليس ثمة سوى المذياع، يعني لم يكن ثمة جهاز للتواصل المعرفي ولتقديم العلم والمعرفة والثقافة غير المذياع، ولكن الاعتماد كان بالدرجة الأولى على الكتاب المقروء، وسيظل الكتاب، وهذا ما كنت أردده على طلبتي في الجامعة على مدى 40 و45 سنة، هو المعلم الأول للإنسان الذي يريد أن يكون كاتبا باحثا مثقفا أديبا مبدعا ومفكرا. 20 سنة من الدراسة الجامعية لا يمكن أن تخرج هؤلاء، الذي يخرج هؤلاء هو الكتاب. فلما كانت البدايات الأولى هي هذا الذي ذكرته قبل قليل، عشق القراءة والمطالعة،
مضت حياته كلها على هذه الوتيرة حتى اللحظات الراهنة، الساعات الطوال التي تمضي مع الكتاب المقروء والتي تنمي الفكر وتعطيه شحنات إضافية تمكنه من أن يضيف جديدا كلما أراد أن يكتب. هذه البدايات الأولى أيها الأخ العزيز. ذكرت بأن والديك رحمهم الله كان يقرآن عليك وعلى ربما على إخوتك. هل كان جو البيت جوا متدينا؟ كيف كانت أوضاعه فيما يتعلق بالالتزام؟ لم تفت أبي صلاة في الجامع، بدءا من صلوات الفجر وحتى صلوات العشاء، فكنا نراه حتى في ليالي الشتاء الباردة الصقيعية يغادر البيت لكي يؤدي صلاة الجماعة في المسجد القريب من البيت. لم تفته صلاة، وكان ينطوي في تكوينه الفكر الذي تلقاه على شيخ له نوعا من الصوفية المعتدلة جدا، التي أقرب إلى خط السنة والجماعة من الصوفية التي ذهبت بها رياح التشريق والتغريب أحيانا إلى زوايا ضيقة. الصوفية المعتدلة والالتزام الديني بكل مطالبه، وقد أعطانا هذا منذ البدايات الأولى يعني عشقا آخر للالتزام الديني وتنفيذ مطالبه. في السادسة قلت دخلت المدرسة الابتدائية، يعني تقريبا عام 47، وعام 47 إلى عام 48 كانت تشهد المنطقة مخاضا رهيبا. لا أدري إذا كنت ما تزال تذكر وقع تلك الأحداث على المجتمع العربي في ذلك الوقت، قيام الكيان الصهيوني أو التمهيد لقيامه وإعلان دولة إسرائيل بعد عام 48. ربما كان عمرك 7 سنوات. في ذلك العمر الغض يعني تكون الضربة أكثر إيلاما لوجدان الإنسان، الغض الذي تنطبع عليه بصمة الألم والوجع الذي يأتي من حادث عام، من مأساة كبيرة. كانت مأساة كبيرة قضية فلسطين واغتيال فلسطين، وانطبعت على وجدان نحن الجيل، جيل الأربعينيات بعمق. وأتذكر أننا كنا يعني رغم تلك السن المبكرة ترتسم على ملامحنا مع عالم الحزن، ونحن نتابع أخبار الانكسارات المتواصلة التي حدثت في عامي 47 وحتى 49، ونتابعها عبر المذياع وعبر ما يقوله الناس يتحدثون به. كانت بصمة موجعة ظلت تضرب في جملتنا العصبية حتى اللحظات الراهنة بحلقاتها كافة، ولكن الحلقة الأولى كانت أكثر إيلاما لأنها الصدمة المباشرة. وأتذكر فيلما أثر فينا تأثيرا كبيرا، مثلته سعاد محمد وغنت فيه أغنية يا مجاهد في سبيل الله. يعني كان الفيلم يحمل خطابا عن قضية فلسطين، وكان فيلما مؤثرا، وأيضا كان له تأثير وله رواج كبير في مدينة الموصل يوم ذاك بسبب أنه يعكس الهم الفلسطيني. أين شاهدته؟ في السينما؟ في إحدى السينمات، نعم، حيث كنا نشاهد وكنا أطفالا الأفلام التي يعني نختارها من بين ما يعرض يوم ذاك في صالات السينما. إذا نتكلم عن مرحلة التعليم الأولى. هل كان فيها ما أثر عليك من أساتذة، من أشياء شهدتها أو قرأتها؟ بموازاة المدرسة في الحقيقة كان هناك تأثير بالغ لجدي لأمي محمد حسن أفندي البزاز، الذي كان شاعرا مرهف الحس وكان يعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف ديوانا كاملا في عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات مؤثرة. ولشدة غنائية هذه الأبيات كانت تتلى على أحواض المنائر يوم ذاك، عندما في رمضان كان يخرج ذوي الأصوات العذبة إلى أحواض المنائر لكي يرتلوا قبل حلول الأذان. نعم. فكان ما يرتلونه أشعار جدي الملا حسن أفندي البزاز، الذي لشدة إحساسه المرهف توفي وهو بعد في عز الشباب. كان حساسا لدرجة كبيرة، منفعلا بتجربته الوجدانية في عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت أسمع أن لي جد شاعر، فبدأ طموحي يتشكل بهذا الاتجاه أن أكون شاعرا مثله. وبدأت محاولات مبكرة جدا منذ الابتدائية لكتابة شعر، طبعا مكسر، شعر لا يمكن أن يسمى شعرا بأي حال من الأحوال، ولكنه يعبر عن رغبة جارفة في أن أصير شاعرا. كان اللون يؤثر بي في تلك المراحل المبكرة قبل الدخول إلى الابتدائية ومع المرحلة الابتدائية.
وحاولت مرارا وتكرارا أن أخرج هذا الذي يعتمل في داخلي بقوة الرسم، بقوة الخطوط والألوان، ولكني فشلت فشلا ذريعا في موضوع الرسم، فتحولت إلى الرسم بالكلمات كما يقول الشعراء، الرسم بالكلمات، وانزاحت قدراتي من الرسم بالخطوط والألوان إلى الرسم بالكلمات. وهذا كله من تأثير طبعا المطالعات وتأثير هذه الرغبة التي ذكرتها لك في أن أقلد أو أن أصير شاعرا كجدي. فلما دخلت الابتدائية لحسن الحظ كانت مدرسة الوطن الابتدائية التي قضيت فيها 7 سنوات. قد تسألني لماذا 7 سنوات وهي 6 سنوات؟ لأن أبي استعجل علي قبل السادسة من العمر وأدخلني المدرسة في الخامسة من العمر، وهذا كان ممنوع قانونيا، يعني في التعليمات لا تسمح لدخول الطفل إلا وقد أكمل السادسة من العمر. أبي من خلال علاقاته الوثيقة مع مدير المدرسة ومعلميها كان عنده واسطة، أقنعهم. قال في يوم ذاك قالوا له حتى يقوى سواده، يعني تقوى لغته وأداؤه وتأسيساته المعرفية. وفعلا رسبت في السنة الأولى، لم أنجح. السنة الوحيدة في حياتي التي رسبت فيها هي السنة الأولى ابتدائية، بسبب أني دخلت هذه المدرسة قبل الموعد المطلوب بسنة واحدة. وقد أفادني هذا كثيرا، لأنه أعطاني 2 سنين من تعلم مبادئ اللغة العربية، ومكنني بمرور الوقت من أن أجتاز رحلتي الدراسية الطويلة دون أن أتعثر مطلقا. ماذا عن تجربة الشعر؟ هل عادت إليك فيما بعد ولا؟ استمر الأداء الشعري وبدأ يتحسن وتنضبط قواعده وتفعيلاته، وأصبح لدي فيما بعد عبر المتوسطة وعبر الإعدادية وعبر الدراسة الجامعية كم كبير من الشعر انتقيت منه، من المجموعة التي يعني اقتنعت بها على مستوى الأداء العروضي والمضامين، ونشرتها في أول ديوان لي صدر في منتصف السبعينيات أو في أخريات السبعينيات عن مؤسسة الرسالة بعنوان جداول الحب واليقين. وكتبت في مقدمته: تنساب من زرقة العيون جداول الحب واليقين، تجتاز من جنة لأخرى 1000 طريق مظلم حزين، لكنها تنصب مغسولة في البحر بالحلم بالحنين، جداول الحب واليقين. ولقي الحمد لله هذا الديوان على كونه لم أقتنع به، لأن فيما بعد اشتغلت على ديوان آخر في التسعينيات من القرن الماضي، كنت حقيقة مقتنعا بأدائه الشعري على كل المستويات، على خلاف هذا الديوان الأول الذي لم أكن مقتنعا به، وإنما هو محاولة تجريبية. ومع ذلك الحمد لله لقيت رواجا وطبع طبعة أخرى في السبعينيات نفسها. نعود إلى تلك الفترة التي كنت فيها في المدارس، مدرسة ابتدائية ثم بعدها بيأتي الإعدادية، المتوسطة ثم الإعدادية. نعم. ثم الإعدادية. كيف كانت تلك الفترة في العراق؟ كيف كانت أوضاعه؟ ماذا تذكر منها؟ والله أذكر على سبيل المثال يعني في البداية صدى ما كان يجري في الساحة العالمية في أخريات الحرب العالمية الثانية، حيث كان ناس يتعلقون كل بالمذياع الذي يحتويه في بيته لمتابعة أخبار الحرب والانكسارات الألمانية في النصف الثاني من صفحات الحرب العالمية الثانية، بدءا من 44 فال45، حيث انتهت الحرب بهزيمة منكرة للرايخ الثالث لألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. كنا حقيقة نعشق الألمان ونحن صغار، لأن كنا نسمع بأنهم خصوم الإنجليز، والإنجليز الذين كانوا يستعمرون العراق يوم ذاك كانوا يعني يغرسون في نفوسنا المزيد من الحقد على الاستعمار وعلى الاستعمار الإنجليزي بشكل خاص. لماذا؟ قد تسألني لماذا؟ كنا ونحن صغار نريد أن نخرج إلى الساحات العامة في المدينة لكي نمارس لعبة كرة القدم، فإذا بالإنجليز قد اختاروا أجمل الساحات في المدينة وسيجوها بالأسلاك الشائكة وحولوها إلى ساحات للعب الجولف وكرة القدم لأنفسهم. فدخلت الكراهية من مستويين: المستوى العام، أمة ظالمة تحكم أمة مستعبدة، وبنفس الوقت هذا الابتزاز المتمثل باختيار أجمل الأماكن من قبل الخصوم الغرباء وحرمان أبناء البلد مما يريدونه. فيعني صدى هاتين المسألتين كان يعتمل في نفوسنا قبل أن تقع واقعة فلسطين.
طبعا هذا الأمر هو يفسر لماذا في معظم الدول العربية في ذلك الوقت، وكانت معظمها مستعمرة إما من الإنجليز أو من الفرنسيين، الناس كانوا يميلون إلى تأييد الألمان في الحرب العالمية الثانية. لا علاقة له لا بالفاشية ولا في النازية، وإنما هو له علاقة فعلا كما تفضلت بالشعور بالمرارة. في الأوساط البريطانية ما زال كثير من الناس يستغربون لماذا كان العرب يقفون مع النازية. العرب لم يكونوا يقفون مع النازية أبدا أبدا أبدا، وإنما كما يقول مثل عدو عدوي صديقي في الحقيقة. وكلنا نذكر جهود الحسيني مفتي فلسطين العام الذي عمل مع ألمانيا ليس حبا بألمانيا ولا اقتناعا بالنازية الشوفينية العدوانية، وإنما لتوظيف قدرات ألمانيا لتحقيق أهداف معينة من أجل الشعب الفلسطيني. هذه كانت الفكرة. الحاج أمين الحسيني من الذين ما زالوا يظلمون ظلما شديدا الحقيقة إلى حد في كبير الأوساط الغربية لاتهامه بعلاقة بهتلر، مع أنه في ذلك الوقت كان الإنجليز ضالعين في تأسيس الكيان الصهيوني، في الإعداد لتأسيس الكيان الصهيوني وإقامة الكيان الصهيوني في أرض الحاج أمين الحسيني وأرض شعبه. وقد ظلم حتى أحيانا من قبل عناصر كثيرة من أبناء العرب أنفسهم والفلسطينيين أنفسهم. بس أتذكر الأخ زهير الشاويش الناشر المعروف في لبنان أصدر كتابا في حوار أجراه مع مارديني كاتب صحفي معروف، عن أعطى الصورة الوضيئة والموضوعية والصحيحة لمسيرة أمين الحسيني عبر رحلته الطويلة من الكفاح من أجل القضية الفلسطينية. نعود إلى أوضاع العراق تارة أخرى. فهاتان المسألتان حقيقة كانت يعني مما يؤثر في المرحلة. وكان معلمون في الابتدائية يعني على حس عال من الوطنية، وكانوا يغرسون في نفوسنا هذا الإحساس. وكانت مستويات المعلمين يوم ذاك تختلف كثيرا عما هم عليه في العقود التالية، وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة التي انهار فيها مستوى التعليم بسبب انهيار مستوى المعلم نفسه. كان المعلمون أساتذة كبار، وكانوا ذوي شخصيات قوية وقدرات تربوية مدهشة وضعت بصماتها في عقولنا ونفوسنا، ولعبت دورا كبيرا في تنميتنا. فكنا ننظر إليهم بإعجاب ونتلقى منهم باقتناع كامل، لأن هنالك تطابق كان بين ثقافتهم وبين سلوكهم العالي. معلم ذلك الزمان هو الذي قيل فيه قم للمعلم وفيه تبجيلا. كاد المعلم أن يكون رسولا. الله يرحم إبراهيم طوقان الذي قال هذه الكلمة. وبعدين هو في سخرية معروفة أراد أن يتخلص من التدريس بسبب أعبائه الكبيرة، وإنما انطلق أحمد شوقي عفوا وعارضه إبراهيم طوقان في هذه. فالمعلم كان نموذج يحتذى. وأتذكر أسماء يعني معلمين ظلت ظلال تأثيراتهم شاخصة في الفكر والوجدان على مدى زمنية متطاولة وحتى اللحظة الراهنة. يعني أسماء محلية قد لا تهم السامع العام، ولكن يجب أن تذكر، مثل جميل الحاج أحمد، الأستاذ جميل الحاج أحمد، والأستاذ عزيز النجم، والأستاذ رؤوف زين العابدين. كانوا فعلا ممن قدموا لنا الكثير على المستوى المعرفي والسلوكي التربوي. وكانت المدارس يوم ذاك منضبطة أشد الانضباط. ما كنا ندخل الصفوف إلا بعد إلقاء النشيد الوطني، ثم ندلف إلى الصفوف ولا نغادرها إلا بعد انتهاء الوقت المحدد، دون أن ينبس أحد منا ببنت شفة، وإلا تلقى عقابا صارما. كانت المؤسسة التعليمية في ذلك الزمان مؤسسة تربوية، ليست لمجرد إدخال أو حقن عقل الطالب بالمعلومات ما يلبث أن ينساها بعد أن ينتهي من الامتحان. ولذلك كان المعلم بمثابة الأب، وربما أكثر صرامة. بالضبط. للأسف الآن أبناؤنا يعني يشكون المدارس. وهذا اللي تقوله صحيح فعلا. الكم المعرفي الآن طغى على التوجيه السلوكي، لأن المعلم نفسه أصبح غير مؤثر بسبب انهزال شخصيته. ونحن في أمس الحاجة إلى ثورة تعليمية جارفة لإعادة الوضع إلى نصابه الحق، وبناء المعلم بناء محكما من أجل أن يخرج أجيالا يعني تملأ الساحة بأدائها وعطائها وسلوكها المتألق.
في الابتدائية انتهت تقريبا متى مرحلة الابتدائية؟ في 53. في 53. وهذه كانت مخاض في العراق ولا لسه؟ لا لسه، كانت الأمور يعني بوضعها، كان العهد الملكي ما زال. العهد الملكي قائم، وإحنا دخلنا المتوسطة اللي هي 3 سنوات، لا أدري بما تسمى في البلدان العربية الأخرى. البعض يسميها الإعدادية. الإعدادية. لا، احنا نسمي الابتدائية ابتدائية، والمتوسطة 3 سنوات، ثم الإعدادية 2 سنين تهيئان الطالب للدراسة الجامعية، ثم تحولت أصبحت 3 سنوات تسمى الإعدادية، وتسمى أيضا الثانوية، والطالب يختار فيها أحد قسمين، إما القسم الأدبي أو العلمي، أو القسم يعني العلمي. اختلفت الأسماء ولكن المسمى واحد. نفس الشيء، هي نفس السنوات، المدى 10 سنة الزمني تقريبا المعطى لهذه المراحل ال3. ثم يدلف بعدها الإنسان إلى الدراسة الجامعية، حيث لم تكن يوم ذاك في الموصل أي كلية أو جامعة أسست فيها بعد، في بداية الستينيات، وأتحدث عن الخمسينيات. فكان على الطالب وهو يغادر المتوسطة وفيما بعد الإعدادية أن يتجه إلى بغداد لإكمال دراسته الجامعية والحصول على البكالوريوس. في المتوسطة أتذكر أيضا من الأساتذة الذين وضعوا بصماتهم على نفوسنا وعقولنا ووجداننا وسلوكنا الأستاذ عبد الرحمن صالح، الذي كان يحفظ القرآن الكريم، والذي كان يملك شخصية طاغية وفضاء معرفي واسع، فكان يدهشنا بأدائه وهو يدرسنا التاريخ في الصف الثالث المتوسط. يمكن أن يكون هذا الأستاذ ومن قبله الرجلين اللذين ذكرت اسمهما قبل قليل ممن غرسوا عشق التاريخ في نفسي، جنبا إلى جنب مع جدي الذي غرس عشق الشعر والأدب، فظل هذان الخطان متوازيان حتى اللحظات الراهنة. يعني هذا عذبني كثيرا حقيقة، لأن الذين يفيئون إلى تخصص واحد يرتاحون، أما الذين يتنازعهم تخصصان ومعهم تخصص الفكر، يعني كان خيوط 3 تشدهم ذات اليمين وذات الشمال، عليهم أن يبذلوا جهدا مضاعفا للاستجابة لنداءات هذه الخطوط أو الخيوط ال3. المعلمون كان لهم دور كبير حقيقة، وأتذكر هذا الرجل الذي توفي وقد أوغل في العمر بعد 90، وكل الطلاب يشيرون بإعجاب إلى عبد الرحمن صالح الذي كان نموذجا عاليا في الأداء التدريسي والتربوي. ذكرت التخصص، والحقيقة أن التخصص ربما من سمات العصر الحديث، لأنه في الزمانات السابقة كان العلماء موسوعيين، تجده طبيبا ومؤرخا ومفسرا وفلكيا. ربما الآن في زماننا تطغى قضية التخصص، بس يبقى دائما يعني الذين يحركون الحياة الثقافية ويرمون الأحجار في البئر الساكنة فيجعلوها تتمخض وتفور، هم الذين يتعاملون موسوعيا مع، يعني أتذكر على سبيل المثال في الساحة الغربية شبينغلر، هيجل، أرنولد توينبي، مالرو، دول كانوا موسوعين يكتبون في كل شيء. صحيح. وعدنا في تاريخنا المعرفي الثقافي عند قناديل متألقة تألقت بسبب من إلمامها. ابن خلدون الذي كان شاعرا وفقيها وفيلسوفا ومؤرخا ومربيا، وابن حزم في المحلى موسوعة معرفية في كل اتجاه، والغزالي. هذه قناديل التي حركت حقيقة، وهذا لا يحجب دور المتخصصين الذين يغيلون عمقا في مجال تخصصاتهم ويضيفون أشياء جديدة ومبتكرة في هذا المجال. كنت دائما في العمل الجامعي على مدى 30-40 سنة أقول لطلابي يا أبناء الأعزاء، انتبهوا إلى نقطة ارتكاز منهجية ضرورية جدا تفيدكم في حياتكم، ليس فقط المعرفية وإنما في حياتكم السلوكية. قضية لا تقولوا هذا أو ذاك، وإنما لا تقولوا إما هذا أو ذاك، وقولوا هذا وذاك. يعني حتى في نقاشاتنا اليومية نستطيع أن نتجاوزها إذا آمنا بمبدأ هذا وذاك وليس إما هذا أو ذاك. فها هنا بقضية التخصص الموسوعية لا يضرب أحدها الآخر ولا ينفي أحدها الآخر، هذا وذاك. الموسوعية ضرورية والتخصص أيضا ضروري، وخاصة فيما يتعلق بفلسفة الحياة. إذا أراد الإنسان أن يكون أو أن يقدم فلسفة للحياة فلا بد من الانفتاح على مختلف المعارف الأخرى. هذا صحيح. اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث إن شاء الله.
الحوار أبعاد لا تنتهي. نعود إلى مراحل الدراسة قبل الجامعية. تكلمنا عن الابتدائية فالمتوسطة، وقلت لي جاء بعدها الإعدادية أو الثانوية ربما. هما مرحلتان مختلفتان أم لا نفس السنوات السنتان، يعني نفس السنتين. نعم. حقيقة يعني ذكرتني بمسألة أنه عندما غادرت المتوسطة كانت معدلاتي في الرياضيات أعلى بكثير من معدلاتي في التاريخ واللغة العربية، ومع هذا اخترت قسم الأدب عشقا للأدب. يعني كان عندي في الرياضيات يمكن 195 درجاتي كانت، بينما في التاريخ واللغة العربية كانت في الستينيات. فشيء غريب أنه أتحول من العلمي إلى الأدبي، لأن عشقي الأدب ساقني إلى هذا المجال. فدخلت الإعدادية في قسمها الأدبي، وكانت كما قلت قبل قليل سنتان، يعني كانت ما قبل الجامعة مباشرة. قبل الجامعة. وأيضا تلقينا هنالك الكثير من تأثيرات معرفية وسلوكية ممن درسونا في هذه المرحلة الحساسة، لأنها عملية تأسيس للمرحلة التالية التي هي المرحلة الجامعية. وكان الأساتذة الذين يعني نتلقى عنهم الدروس المختلفة في سياقاتها كافة في الثانوية الشرقية التي لا تزال قائمة لحد الآن، بينما عفى الزمن على كل المدارس التي درست فيها الابتدائية والمتوسطة وتحولت إلى شوارع وساحات عامة. أما الشرقية التي بنيت في عصر السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، معقل معرفي كبير لا يزال قائم لحد الآن. ولا زالت ثانوية؟ ولا تزال ثانوية، ويرمم بين حين وآخر احتفاظا به، يعني كشاخص تراثي مهم. ففي هذه المدرسة كان هناك معلمون أو مدرسون كبار تلقينا عنه. وكان قد يعني يخطر على البال هنا أن من الذين تلقيت عنهم الدروس في هذه المرحلة الشيخ المعروف الدكتور أحمد الكبيسي. جاءنا شابا غض الإهاب يوم ذاك من مصر، خريجا من كلية الأزهر، من إحدى كليات جامعة الأزهر، لكي يدرسنا مادة الدين في الإعدادية. فتلقينا عنه مادة الدين، وكان يعني كان يكبركم بسنوات قليلة. يعني ليست متباعدة. وكان حقيقة يخرج دائما من المفردات التخصصية الصرفة إلى الفضاء المعرفي العام. وكذلك كان معظم حقيقة كانوا يملكون فضاء معرفيا، فكانوا يعطوننا إلى جانب المادة التخصصية يفتحون آفاق الذهن على ما يجري في دنيا العقل من معطيات جديدة وكشوف جديدة. وكان هذا ذو تأثير، كان هذا ذا تأثير كبير في تكويننا الثقافي. نحن الآن نتكلم تقريبا عن نهاية الخمسينيات بداية الستينيات. نعم. وأظن نهاية الخمسينيات ولا بداية الستينيات اللي كان فيها صار تطورات مهمة في العراق. في 58. في 58 وكنت ما تزال في الثانوية. في السنة التي تخرجت فيها، وفي العطلة الصيفية الفاصلة ما بين الإعدادية وبين دخول الجامعة، وقعت ثورة تموز في 14 تموز عام 1958. تلك السنة الفاصلة التي غيرت مجرى الحياة في العراق من وضع إلى وضع آخر. وجاء إلى الحكم يعني حقيقة رجلان تصارعا فيما بينهما، وقدر لأحدهما أن يتفوق على الآخر، وهم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف الله يرحمهم. يعني كلاهما ذهبا إلى رحمة الله. يعني هم كانوا مع بعض. نعم. أصلا كانوا مع بعض، وهم الذين قادوا الثورة. ولكن حدث كما يحدث دائما للثورات التي تأكل أبنائها كما يقولون، تأكل رجالاتها. ليس ثمة ثورة في العالم إلا وينتهي بها المطاف إلى أن يصفي القائمون بها بعضهم بعضا. لكن هل كان للتباين العقدي بينهم دور في ذلك؟ ولا؟ بالتأكيد. عبد الكريم قاسم كان ميالا لليسار وربما للشيوعية. لم يكن شيوعيا، ولكن كان ميالا وأراد توظيف الشيوعيين حقيقة لحماية سلطته. بينما عبد السلام عارف كان ميالا للخطين الإسلامي والقومي، مؤكدا على ضرورة الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة التي كانت قائمة يوم ذاك بين مصر وسوريا.
فانشق الشعب العراقي إلى قسمين، وكنا نحن نخرج تظاهرات متواصلة منادين بالوحدة، مجموعة القوميين والإسلاميين في مواجهة الشيوعيين وجماعة الوطني الديمقراطي الذين كانوا أيضا يميلون إلى الإقليمية، إلى أن يكون العراق للعراقيين ويرفضون فكرة الوحدة مع مصر وسوريا، معتقدين أن هذا سيذيب الشخصية العراقية وسيؤثر على مصالح العراقيين. احنا كان عشقنا للوحدة، وفعلا يعني لو تسألني أيها الأخ العزيز أنه واحد من أكبر الإنجازات التي تحققت في يعني في العصر الحديث بالنسبة للأمة العربية هي وحدة مصر وسوريا، ولكن للأسف الشديد لم تحسن إدارة هذه الوحدة ولم تطل والإمساك بها جيدا وتوظيفها توظيفا لكي تكون النواة الحقيقية للوحدة الحقيقية، وسيء التصرف فيها، وكانت النتيجة من يعمل سوءا يجزى به أن انفكت الوحدة وتشظت الأمة مرة أخرى. عبد الكريم قاسم لم يطل في الحكم، لكن سنوات حكمه 4 سنوات وأشهر ما زال يذكرها العراقيون، يعني أو من عاش ذلك الوقت ومن أرخ له ومن قرأ تاريخه، تعتبر أو يقال بأنها كانت فترة دموية. والله هذا رجل عجيب حقيقة، يعني ممكن أن نقسم في الرؤية التاريخية الموضوعية، والآن بدأت تتجمع دراسات كثيرة جدا عن العصر القاسمي، أن هذا الرجل كان يعني يجتاز مرحلتين. المرحلة الأولى كان سيئا جدا، ميالا للشيوعيين، موظفا إياهم، دافعا إلى المجازر التي وقعت في الموصل وكركوك وغيرها. بعدين رجع انقلب على الشيوعيين ووظف المجازر التي كانت بتحريض منه لاغتيال الشيوعيين والحزب الشيوعي. كان واحدا من أقوى الأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي، الحزب الشيوعي العراقي. استطاع عبد الكريم قاسم بدهاء عجيب أن يفرغه من محتواه وأن يشكل حزب شيوعي هزؤة، ظل أن يعتبر هذا الحزب الرسمي ويلغي الحزب الحقيقي ويضربه ضربة ساحقة، موظفا المجازر التي مارسها في الموصل وكركوك ومدن عراقية أخرى ضد الحزب وتجيش الرأي العام ضده. في السنتين الأخيرتين من حكم عبد الكريم قاسم انقلب الرجل من إنسان يلعب على الأحزاب لعبة الحبال المتقاطعة إلى رجل أب رحيم ممكن أن يكون لكل العراقيين. عجيب. وحقق إنجازات عمرانية، وحقق للفقراء الشيء الكثير في بناء المجمعات السكنية لهم وإخراجهم مما كنا نسميه في العراق الصرائف، الدور الطينية البائسة، ويعطيهم بيوت. يعني كان الأب الرحيم للفقراء في القسم الثاني من حياته. أما القسم الأول فكان سيئا إلى حد كبير. ذكرت مجازر الموصل وكركوك، ضد من ارتكبت المجازر؟ المجازر لأن عبد الكريم قاسم اندفع باتجاه الشيوعيين وأعطاهم الفرصة لكي يهيمنوا على مقدرات العراق الإدارية والتعليمية والفكرية والخدمية والسياسية والإعلامية. فتحركت يعني الضباط من ذوي التوجه القومي والإسلامي، شكلوا نوايات لضباط أحرار جدد يسعون لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، إلى رحيمه الحقيقي، وهو رحم عربي إسلامي وليس شيوعي شعوبي. وتم الاتفاق على القيام بثورة في 8 من آذار عام 59، ولم يمضي على ثورة تموز سوى عام 1. ولكن هذه الثورة أحبطت لأسباب عديدة حقيقة. كانت نقطة انطلاق الموصل، هذا أحد أسباب فشلها، لأن الثورة إذا أرادت أن تنجح فعليها أن تضرب ضربتها في العاصمة دائما. أما الثورات عندما تقوم في الأقاليم فمصيرها الفشل، لأن عصب التوجيه سيكون بيد العاصمة التي ستضرب بقوة وبغير ما رحمة هذه الفئة المارقة التي اعتبرت مارقة خارج على القانون. وقاد هذه الثورة الله يرحمه رحمة واسعة الشواف، عبد الوهاب الشواف، كان آمر موقع الموصل، ولم تستغرق السيطرة على مقدرات الموصل سوى 2 أو 3، ثم هاجمت الموصل الطائرات التي بعث بها قاسم من بغداد، فجرح الشواف ثم نقل المستشفى حيث توفي فيما بعد. استخدموا الطائرات في الثورة. نعم، قصف المواقع العسكرية يعني حقيقة. ثم انطلق الشيوعيون بعدها يفتكون ويذبحون ويسحلون بالحبال ويعلقون على أعمدة الكهرباء. هذه كانت بالنسبة لهم يعني خطأ استراتيجي كبير، دمر مستقبلهم الحزبي، نقم الناس عليهم إلى حد كبير. ورجع عبد الكريم قاسم فوظف هذه المجزرة لكي يذبح بها الشيوعيين أنفسهم.
على اعتبار أنه ليس هو المسؤول. بالضبط، أنهم يعني مارسوها بعيدا عن رقابته. عجيب. طيب إيش قصة عبد السلام عارف؟ كيف عبد السلام لأنه رجع فيما بعد؟ رجع فيما بعد عبد السلام عارف حقيقة سحبت منه صلاحيات بالتدريج، من نائب قائد عام للقوات المسلحة إلى وزير إلى مستلم وزارات عديدة. سحبت منه هذه الصلاحيات، وأخيرا نفي إلى ألمانيا سفيرا هناك للتخلص منه، وعاد سرا إلى بغداد في محاولة منه لاغتيال عبد الكريم قاسم، فاكتشفت المحاولة فاعتقل وظل معتقلا. عبد الكريم قاسم يملك حقيقة شخصيتين، شخصية مزدوجة، الشدة والعنف والقسوة، ومن جهة أخرى الإنسانية والرحمة والوفاء. سبحان الله. فذهب بنفسه فيما بعد لكي يخرج عبد السلام عارف من معتقله ويعيده إلى بيته. فما كان من عبد السلام عارف فيما بعد إلا أن رتب قضية، اتفق مع حزب البعث العربي الاشتراكي في إعلان ثورة 1963 التي أعدم فيها عبد الكريم قاسم والمجموعة التي كانت تحيط به من المهداوي وماجد أمين. المهداوي المعروف صاحب المحكمة المهزلة التي اشتهرت في التاريخ بسفاهة حاكمها وبقلة حيلته وأدائه السيء جدا في التعامل مع المحاكمين. فذهبت محاكماته مثلا في سوء هذه المؤسسة. هذه الأحداث تقريبا كلها حدثت وأنت في الجامعة. في الجامعة. عندما دخلت الجامعة يا الأخ الكريم أيضا دخلت مرحلة تمزق، أو ما نسميه بالعامية مرحلة 50-50. أذهب إلى قسم التاريخ أم أذهب إلى قسم اللغة العربية، لأن التخصصين حقيقة كانا يشدونني إلى أن أدخل هذا القسم أو ذاك، وملت إلى قسم اللغة العربية. ولكني رأيت أن العديد من أساتذة قسم اللغة العربية يوم ذاك كانوا تقليديين، لا يحققون النهم والإشباع المطلوب لمن يريد أن يلم بآداب اللغة العربية، وخاصة في منظورها المعاصر وفق التيارات التي بدأت تتشكل في عالم النقد. فرفضت أن أذهب إلى اللغة العربية وتحولت إلى قسم التاريخ. وللأسف الشديد في قسم التاريخ ما كانوا يعطون شيئا ذا بال، يعني صفحات معدودات على مدى السنة كلها، وكانت الطريقة الإملائية وهي طريقة مرفوضة الآن جامعيا. يعني صحيح أن مستوى التعليم انهار، لكنه طريقة تعامل الأستاذ الجامعي اختلفت عما كانت عليه قبلا، من حيث أنه قبل كان مسموح له أن يملي على الطلاب إملاء، وهذا لا يجوز، لأنه لا يتعب نفسه في الحقيقة. الذي يملي على الطلاب لا يتعب نفسه في تهيئة المحاضرة وإلقائها شفاها من مخزونه الفكري. فمعظم أساتذتنا كانوا يملون علينا ونحن نكتب على الدفاتر، ونادرا أن ما يعطونا لنا فرصة للجدل والنقاش. كنا تواقين لمناقشتهم، خاصة عندما تلقى أفكارا تصطدم وقناعاتنا الدينية والإسلامية. نحن مجموعة من الطلاب اللي ذهبوا إلى الجامعة يحملون هذه القناعات، ما كنا نرتاح مطلقا لهذا الأستاذ أو ذاك الذي يريد أن يخترق هذه القناعات الدينية بمعطياته القادم بها من الغرب. ومعظم الأساتذة كانوا قادمين من هناك، يعني هو لديه وجهة نظر ويريد أن يشربها إيانا. فبعضهم يسمح، والله حقيقة صراحة بعضهم كان يسمح في المناقشة، بعضهم الآخر مقفل ولا يسمح لأحد أن يناقشه وإلا يؤثر حتى على مستوى درجاته. بس اللي يحدث يوم ذاك سبحان الله، وهذا أيضا مما يجب أن يشار إليه على مستوى التعليم الجامعي المقارن بين ستينيات القرن الماضي والعقود التالية، أن معظم الأساتذة الجامعيين يوم ذاك القادمين من الغرب كانوا يأتون يحملون رؤية غربية مسخت فيها شخصياتهم الإسلامية، وملئت عقولهم بكل مفاهيم الثقافة الغربية ذات الجذور المادية والعلمانية المضادة لكل ما هو ديني وإيماني. فجاءوا كأنهم مبشرين، لا يلبسون أثواب القسس، ولكنهم كانوا فعلا مبشرين يحملون ثقافة غربية مضادة في تكوينها في جذورها المادية لثقافتنا الإسلامية ذات البعد الغيبي والعمق الروحي. وكما يقول محمد أسد اليوم الفايس في كتابه المشهور الطريق إلى مكة، وفي كتابه القيم على صغر حجمه الإسلام على مفترق الطرق، يقول بأن هذه الثقافة الوافدة من الغرب والتي جاءت عن طريق الجامعات بطريقة غير مدروسة
غير مبرمجة فعلت فعل السم في الجسد الإسلامي، ولا تزال لحد الآن تخرج النخب التي تفعل فعل السم في جسد هذه الأمة. ألا ترى أن الخلل هنا كان هو انبهار هؤلاء الطلبة الذين ذهبوا ليدرسوا في الغرب؟ انبهارهم بالحضارة الغربية جعلهم لا يسائلونها. يعني الآن كثير من الطلبة يذهبون إلى الغرب لكنهم لا يقبلون الغرب على علاته. ليه؟ لأنه قضية الانبهار تراجعت. نعم. يعني ما عاد الغرب هذا صحيح. بريقه يأخذ بالأبصار. الانبهار كان عامل كبير في فعلا تشبعهم وتقبلهم واستسلامهم للمعطى الغربي الذي يحملونه كما يحملون الأسفار إذا صحت يعني التسمية، ويأتون بها لكي يحقنوا بها عقول الطلبة الجامعيين. كثير من الطلاب الجامعيين للأسف الشديد كانوا عبارة عن مساحات بيضاء تتقبل كل ما يعطاها، ولكن قلة قليلة مما كانت تقرأ. ودائما نقول أن الكتاب هو المحصن والمعلم الأول للإنسان في هذا العالم، فكانت تدفعهم إلى مناقشة هؤلاء والجدل معهم، وأحيانا إفحامهم أمام الطلاب الآخرين لكي لا يعودوا لمثلها مرة أخرى. كان أحيانا يطرحون أفكار، يعني عندما كان أستاذ علم الاجتماع يذكر هيجل يقف بإعجاب باله ويكاد يقول صلى الله عليه وسلم إعجابا وانحناء أمام عقلية هيجل عملاق، ولكن علينا أن نأخذ من هذا العملاق ما يغذي شخصيتنا الثقافية وأن نرفض ما لا يغذي. هم كل ما يقدمون يقفون، وعندما كانوا يقولون محمد بدون صلى الله عليه وسلم. هل كان هؤلاء الأساتذة ذوي انتماءات فكرية أيديولوجية معينة أم أنه مجرد غسل الدماغ الذي تعرضوا له؟ والله هم كانوا ثلاث أقسام في الحقيقة. بعضهم كان مندفعا باتجاه اليسار والمفاهيم المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية مشبعين بها، فأثرت على تكوينهم المعرفي تأثيرا كبيرا وبالتالي على عملهم التدريسي. بعضهم كان ليبراليا علمانيا على الطريقة الغربية لأنه جاء من هناك من باريس أو لندن أو واشنطن، فأثر هذا على تكوينه الثقافي. وهؤلاء كانوا يبتعثون من قبل الحكومة ولا على؟ من قبل الحكومة، بعثات رسمية. وما في حقيقة ما في برمجة في العهد الملكي، في كل العهود، في العهد الملكي في ذلك الوقت طبعا. نعم، وفي العهد التالي أيضا كانت لم يكن ثمة برمجة في قضية البعثات. احنا في أمس الحاجة الآن إلى إعادة النظر في قضية البعثات التي تذهب إلى أوروبا. أولا لا نرسل الطلاب بعدهم في بدايات عمرهم المبكر، يعني في المراحل الإعدادية، وإنما بعد تحصينهم. يعني قبل فترة قابلت طالبا من المملكة العربية السعودية فذكر لي شيئا روعني الحقيقة وأذهلني. يقول أنه بسبب الطفرة النفطية المملكة العربية السعودية قررت إرسال أعداد هائلة من الطلبة للدراسة في الخارج، في بريطانيا وفي أمريكا وفي غيرها. المفجع في الموضوع أنهم أرسلوا عشرات الآلاف من الطلبة خريج الثانوية العامة، هو هذا أولاد وبنات. فتصور هؤلاء لا حصانة لديهم. نعم. بما سيرجعون إلى بلادهم؟ سيرجعون ممسوخين. وكان يعني هذا الشخص الذي كنت أتكلم معه كان طالب دكتوراه، يعني واعي، أستاذ في الجامعة ومبتعث لكي يكمل تعليمه إلى مستوى الدكتوراه، فكان يرثي لحال هؤلاء ويقول أي مستقبل سيكون للتعليم وللعلم في المملكة العربية السعودية. هذا الصحيح، وهذا خطأ مورس في العديد من البلدان العربية، إرسال الطلبة ومن بعد في يعني غض الإهاب. يعني يجب أن لا يرسلوا إلا بعد أن يحصنوا تحصينا كافيا. حقيقة يقف محمد أسد وقفة متأنية، وكذلك أبو الحسن علي الحسني الندوي في كتبه العديدة عن قضية نظم التربية في ديارنا الإسلامية وضرورة اعتماد برنامج أو استراتيجية في قضية التعامل مع الثقافة الغربية. ثم جاءت أخيرا حركة إسلامية المعرفة التي تبناها المعهد العالمي للفكر الإسلامي لكي تقول للناس أن علينا أن نتمعن جيدا في كل ما يعطانا في الهيومانيتيز ساينسز، في العلوم الإنسانية القادمة من الغرب، علم الاجتماع، علم النفس، الإدارة، السياسة، الاقتصاد إلى آخره، التاريخ، فلسفة التاريخ القادم من الغرب، ولا نأخذ منه سوى ما يبني شخصياتنا وفق رؤية إسلامية أصيلة.
وأن علينا في الطرف الآخر أن ننهل من علوم الغرب الصرفة البيور ساينسز كل ما نستطيع، لأن هذا الذي يبني مقوماتنا المدنية المادية. فإحنا للأسف الشديد خلطنا الأوراق ولم نعد نفرق بين العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية، ودفعنا طلابنا دون ما استراتيجية واضحة لكي يأخذوا كل شيء من هناك، فحدث هذا الذي حدث عبر العقود التالية، وها هو يتكرر الآن للأسف. يتكرر في اللحظات الراهنة. الآن في سنوات الدراسة الجامعية كيف كان المشهد الجامعي؟ أنا أذكر مما نقرأ من الستينيات إلى السبعينيات كانت الجامعات في العالم العربي ميدان للصراع والفصال ما بين الأفكار الأيديولوجية والمناهج الفكرية المختلفة. كيف كان عليه الوضع في جامعة بغداد؟ وخاصة في كلية التربية التي كنت فيها، التي كانت تسمى بكين أو بيكينج كما يسمونها الآن، بيجينج. كانت تسمى بكين كما نسميها باللغة العربية. ايش فيها ماويين كثير؟ معقل فيها ماويين كثير، وفيها شيوعيين على الطريقة السوفيتية أيضا كثيرين. يعني المهيمنين على الساحة في كلية التربية كانت الأكثر كانوا شيوع، فكان الصراع محتدما بين مجموعات الإسلاميين والقوميين من جهة وبين الشيوعيين من جهة أخرى، وكانت صراع يتجاوز الجدل الفكري في نادي الكلية بشكل يومي متواصل إلى الضرب بالكراسي وبالحجارة وبالأيدي. ودخلنا معامع كثيرة لا أول لا ولا آخر، كاد بعضها أن يودي بنا، إما بتسليط سيل هائل من الحجارة علينا ونحن ننتقل من مكان إلى مكان، أو بالضرب المتواصل الرهيب بالكراسي داخل النادي. فكان ومن عجب أنه دائما القلة تنتصر، أو ما دائما، في كثير من الأحيان القلة تنتصر على الكثرة إذا كانت مؤمنة أكثر بما تعتقده، بما تدافع عنه. وبالتالي في معظم الصراعات الجسدية إذا صح التعبير مع الشيوعيين يوم ذاك في كل التربية، كان الإسلاميين والقوميين يخرجون منتصرين ويهزم الشيوعيين شر هزيمة. أراك تضع الإسلاميين والقوميين في صف واحد. كانوا يوم ذاك في صف واحد، كان متصالحين نعم. وهدف واحد، لأن العدو الخصم التحدي قبالتهم كان واحدا، وهو التحدي الشيوعي الذي يريد أن يستأصل مقومات الأمة استئصالا. هي القومية ربما في بداياتها لم تكن معادية للإسلام أيضا، يعني كانت عروبة أو تيار عروبي أكثر منه ربما تيار علماني إلى حد كبير، لأنه جاء فيما بعد. ليس ثمة ثنائية على الإطلاق ما بين العروبي والإسلامي. كل الإسلامي يحتضنون كل ما هو عربي، ويعتبرون أن الانتماء العروبي أو العربي جزء أساسي من تكوينهم الإسلامي، لأن هذا الدين وهذه الأمة قامت على أكتاف العرب، ولأن لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية، والرسول محمد العربي صلى الله عليه وسلم، فلا يناقش في هذا أحد. ومهمتنا في هذا العالم هي أن يكون لهذه الأمة العربية مكان في خرائط الدنيا، فهذا لا يتناقض مطلقا. العلمانيون هم الذين حفروا الخندق وأوجدوا الفجوة العميقة التي فصلت بين المعسكرين وقادت إلى مآسي أنت أيها الأخ العزيز وكل جيلكم وجيلنا يعرفها جيدا، وليس ثمة مجال للخوض في تفاصيلها. قد نتعرض لبعض تفاصيلها فيما بعد، لكن أريد أن أسألك عن هذا الصراع الذي كان في ساحة الجامعة. هل سببه أن التيارات كانت تتنافس على الطلبة من حيث محاولة ضم الطلبة كل إلى فريقه، أم ما هي مجالات الصراع؟ أحد أوجه الصراع هو هذا، المحاولة السيطرة على اتحادات الطلاب داخل الكليات. فبعض الكليات كان فيها القوميون والإسلاميون أكثر عددا وأقوى صوتا، فكانوا هم الذين يسيطرون على الاتحادات. لكن في كلية التربية لا، كان الشيوعيين هم الأكثر عددا فسيطروا على فأحد أوجه الصراع كان السيطرة على اتحادات الطلاب التي تسوس يعني هموم الطلبة وفي حوارهم أو في يعني وقفتهم قبالة الإدارة. هل كان للأساتذة في ذلك الوقت دور في هذه الصراعات تغذية أو قيادة؟ لحسن الحظ معظم الأساتذة كانوا في كلية التربية من الخط الذي نتحدث عنه ما بين قومي وإسلامي، قلة قليلا دفعت مع الخط اليساري أو الشيوعي، والأكثرية الساحقة بقيت معتزة بعروبتها وبإسلاميتها.
وهذا الذي أعان على تحقيق قدر من التوازن داخل هذه الكلية التي اصطرعت فيها الاتجاهات. انتهى وقت هذه المراجعة، لكن نستأنف الحديث الشيق معك في مراجعة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله.